الرئيس ديالكم اصاحبي صوتوا عليه 4 سنين، ها هي دازت 4 سنين دازت اصاحبي. اش دار لكم؟ مشى لامريكا اش قال؟ قال لك تحليه المياه في الجزائر خاصها تكون مليار و300 مليون متر مكعب في النهار، وهذا صاحبي بنادم راه الراس ديالو يحبس. خلي عمك عايد لك المستقبل ديالو اصاحبي. اش كنقول لك بنادم خاصو يخدم بالعقل، الا عندك العقل غادي يخدم، ما بقاش في الصحه، والصحه ما بقاتش اصاحبي، وهذاك الشيء ديالك زمان مشى بحالو، ومشى بحالو اصاحبي ما كتفهمش، ومشات مع الناس اللي ماتوا النيه وهذا مشى. اخدم، عندك الديماغوجيه، عندك العقل، عندك المخ، المخيخ، البصره الشيء راه غادي يخدم، ما عندك شيء ضربك الدو هزك الماء صافي، شوف في حل. هذه حنا راضين بها بما قسمه الله لنا، حنا الحمد لله ما عندناش وما خصناش، وراضين بما قسمه الله لنا. جنود الخفاء، شكون هما جنود الخفاء اخوتي؟ علاش ما كيبانوش بالنهار؟ في كيمشيو بالنهار، علاش كيدخلوا مع 7 ديال الصباح وكيخرجوا مع 7 ديال العشيه؟ علاش الطورنو كذلك كيدخلوا مع 7 ديال العشيه وكيخرجوا مع 7 ديال الصباح؟ كيخدموا ليل ونهار، علاش هاد الناس هادو ما كيبانوش؟ شكون هما جنود الخفاء؟ كذلك اخوتي غادي نتكلموا الزياره ديال الملك محمد السادس في اي دوله، فيما كيخرج كيجيب لنا المشاريع والاقتصاد لهاد البلاد هادي، والله يخليه لنا والله يطول له في العمر هاد السيد هذا. وكذلك ما نساوش اخوتي المقص الذهبي هو ناصر بوريطه، وما ادراك ما ناصر بوريطه. اي دوله كيف ما بغات تكون شي دوله اخوتي كتهبط النيف ديالها وكتجي للمغرب وكتعترف بالسياده الصحراء ديالها وكدير المشاريع والاقتصاد هاد البلاد هادي. وما نساوش اخوتي كذلك الاستاذ ديالنا الفاضل اللي هو القجع، وما ادراك ما القجع. القجع كيتحكم في دوله عن بعد، تصور راجل ساكن هنا في البلاد وكيتحكم في دوله عن بعد. القجع بكا وشكا بنادم، القجع اللي هو الوحيد تحكم لك في افريقيا كامله كيف ما كنشوفوا حنا القجع. سلام القجع القجع. وثاني واحد اخوتي غادي نتكلموا عليه، نهضروا على السفير ديال المملكه المغربيه اخوتي في امريكا اللي هو اسمه عمر الهلال. هاد السيد هذا اللي قهر لك الكبرانات، خرج عليهم دقدقهم طيحهم. اش قال البارح؟ واش عرفتوا شني قال؟ قال بان المملكه المغربيه، اسمع وحتى الناس كيخدم بالعقل. الا عندك العقل، المخ، المخيخ، البصره الشتائيه غادي تخدم، ما عندكش راه ما تخدمش. قال لهم السيدي بان المغرب يحتاج الى عضو دائم في الامم المتحده في مجلس الامن. واسمع الناس فين كتفكر، الناس اللي باغيه عندها مسؤوليه على الكتاف ديالها وباغيه تزيد بالبلاد ديالها لقدام. لذلك اخوتي ما نساوش الوزير ديال الثقافه، الوزير ديال التراث اللي كيحافظ على التراث ديال المملكه المغربيه. بلا ما نقول لكم هذا شكون هو، نتوما قولوا في الكومونتير شكون هو. اليوم اخوتي غادي نتكلموا على جنود الخفاء. هاد جنود الخفاء اللي كيدخلوا بالليل وكيخرجوا بالنهار، هاد جنود الخفاء هما اللي عندهم الركيز الصحاح على المملكه المغربيه، ما كيبانوش. تحيه لكم من عند الشماليه 24، كنحييكم من مدينه طنجه، كنحييكم من عاصمه المغرب الرباط، وما ادراك ما الرباط، والصحراء الشرقيه مغربيه وستبقى شرقيه مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. جنود الخفاء اخوتي هما العمال والعاملات ديال قطاع النسيج. هاد الناس هادو اخوتي كيدخلوا بالليل ويخدموا بالنهار وما كيبانوش شنو كيديروا ولا شنو كيصرفوا ولا شنو كياكلوا ولا فين مشاو ولا فين جاو. كيخدموا بهذا الثمن اللي هو الثمن بالسميك. شحال ديال الثمن؟ الثمن اخوتي هو 16 دراهم فاصله 50 فرنك. وهذا الثمن هذا واش منه ياكلوا، منه يشربوا، منه ما كاينش الاهميه، الاهتمام ديال هاد الناس هادو ما كايناش. واش واحد اخر كيزيد لك 50 فرنك اخوتي، 50 فرنك كيزيد لك 50 فرنك كيزيد لك في المشاكل ديال الخضر والفواكه، الطماطم. يعني 50 فرنك زادت هنا وكيعوض عليك ب2 دراهم هنايا. علاش؟ بان كنقول حنا هذا الرئيس الحكومه ديالنا حنايا هو عزيز اخ الناس، ولكن كيتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء هذا. هو اللي ما يعرفش يسر هذا الشيء هذا. مع كيفاش عهده دايزه في المغرب هي العهده هذه. جميع العهدات دازهم ضخمين الا هذه العهده هذه. فما تسولش مرا كبيره، والناس خدامه ودير بحالنا ونخدم بالعقل. الا عندك العقل غادي تخدم، ما عندكش العقل ما تخدمش. ودير بحالنا صاحبي، تعاند منا ما تحسدناش. وهيا سيدي عمر الهلال السفير ديال المملكه المغربيه مشى الامم المتحده وكيقول بان المغرب يحتاج الى عضويه دائمه في مجلس الامن. وانتم اش درتوا؟ رئيس ديالكم اصاحبي صوتوا عليه 4 سنين، ها هي دازت 4 سنين دازت اصاحبي. اش دار لكم؟ مشى لامريكا اش قال؟ قال لك تحليه المياه في الجزائر خاصها تكون مليار و300 مليون متر مكعب في النهار، وهذا صاحبي بنادم راه الراس ديالو يحبس. وكيفاش انت صاحبي بنادم كيخدم بالعقل، بالمخ، المخيخ، البصره الشتائيه، النخاع الشوكي؟ نتوما خاصكم تطوروا المستقبل ديالكم، ما تبقاوش خادين هاد البلاد هادي. وهاد البلاد خدامه صاحبي. ودابا المثال ديال كساب، جاب بقره عطاها تاكل، عطاها العلف، عطاها التبن، عطاها النخاله،
هذاك البقرة كتعطيه الحليب، كتعطيه الزبدة، كتعطيه اللبن، كتعطيه اللحم، كيقول لك كلوا حلالا طيبا. والرئيس اش عاد تاكل فيه هذاك؟ شنو غادي دير له اصاحبي؟ وشنو هو كيخلي شي شحال ديال بنادم اصاحبي كيخرج في الصباح كيبقاش على الحليب وعلى الدقيق؟ صاحبي فكروا شويه، وما تبقاش خاضين هاد البلاد هادي. واحد السيد واحد اخر سميتو مصطفى بونيس كذلك 48 ساعه ل 48 ساعه المروك الملك محمد السادس المخزن، هذا هو المحتوى ديالو. والناس مرادين بينا صاحبي، والناس عيانين. وهاد البلاد هادي الحمد لله علاش حنا ما كنسوقولهمش؟ حيت كنشوفوا البلاد بان كنشوفوا الاستثمارات داخلينها. وجميع الدول كبار صاحبي، الدول كبار بحال الصين روسيا كاملين كتسيب فلوس ديالها هنايا صاحبي، كدير مصيبه كتحط هنايا الروينه ديال الملايير خدامه، حيت كاين الاستقرار الامن والامان، والناس خدامه الامارات. الملك محمد السادس شحال ما خرج كاع، شحال ما خرج مده هذه ما خرج، ودابا هو خرج مشى جا الاستثمار اللي تخدمكم الحياه ديالكم كاملين. الحياه دي مدى الحياه نتوما خدام، وخلي عمك شحال يدير لك في المستقبل ديالو اصاحبي. اش كنقول لك بنادم خاصو يخدم بالعقل، الا عندك العقل راه غادي تخدم، ما بقاش في الصحه، والصحه ما بقاتش يا صاحبي. وهذاك الشيء ديالك الزمان مشى بحالو، ومشى بحالو اصاحبي ما كتفهمش، ومشات مع الناس اللي ماتوا النيه، وهذا مشى. اخدم، عندك الديماغوجيه، عندك العقل، عندك المخ، المخيخ، البصره الشاشيه، راه غادي تخدم. ما عندك شيء ضربك الدو هزك الماء صافي، شوف شي حل. ياك عندكم نتوما الثروات ديالكم نتوما قداش هنايا، وخدموا صاحبي. شوفوا البلاد راه نتوما تكونوا من احسن البلدان، من اغنياء البلدان، ولكن معامن. شكون اللي معامن اصاحبي؟ نتوما حاضين واحد الجاره حداكم خدام على راسها. الهدف ديالكم هو التقسيم ديال ديك البلاد هذيك، الهدف ديالكم هو الفلوس ديالك البوليزاري باش تضرب. واش بنادم اصاحبي؟ شوف حيدك البوليزاري من ارضك، عاد هضر علينا حنايا، حنا راه في البلاد ديالنا، في الصحراء ديالنا، في كلشي ديالنا. واش مراطين ولا كيفاش؟ ديوها في سوق راسكم اصاحبي، ديوها في راسكم. انا نوض نغوت في الصباح هذا، بعدوا من المغرب، بعدوا منا وباديتونا صاحبي. ما كرهناش نهزو هاد الارض هادي كامله ونمشيو بلاصه بعيده لهي ونحطوها، ولكن ما نخليكمش البحر. نتوما ما خاصكمش البحر، حيت عاد المجيد الرئيس ديالكم قال لكم انا ندير تحليه المياه مليار و4 مليار و300 مليون متر مكعب، ونخليكم بحال حنا بغيتو تنشفوه. واش مرتو ولا كيفاش؟ صاحبي وديوها في راسكم، وخليوها البلاد عليكم، وخليو الناس تخدم. وعمر الهلال دابا ها هو دابا داعي لك اصاحبي السفير ديال المملكه المغربيه اش قال، شنو كيطلب؟ كيطلب لك اصاحبي بان المغرب يحتاج الى عضويه دائمه في مجلس الامن. وفكر انت ودير بحالو، ما تحسديش وما تحسدوش اصاحبي، ما تحسديش بنادم. وانتم مراطين بينا خواش عندك اصاحبي، واش معيانين في راسكم ولا كيفاش؟ صاحبي انا والله الا وليت كنحشم ونتكلم على هاد الناس هادو صاحبي، انا ما بقاش نتكلم عليهم، انا نبقى نهضر دابا على علينا حنايا، على المستقبل اللي كيجاي، مستقبل المشاريع، كيفاش توري بنادم يخدم، كيفاش يعمل. لا غادي زينا راسنا. قال لك عاوتاني اش كاين اخاي؟ قال لك قال لك اش كاين؟ قال لك المنتخب الوطني الجزائري يدي مع الرقه، ودابا الدعم يدي مع راقي يا صاحبي. قال لك اسيدي حنا حنا كنعينوهم، وهذا هذه مصيبه. وهضر معايا، وهذه هذه مصيبه ولا لا؟ الله راسك يحبس صاحبي، المخ ديالك، العقل ديالك يتقلب لك النوتر مع الفاز. اذا تقلب لك النوتر مع الفاز، كتشوف واحد الكساب كيشري واحد الثور او لا بقره، هذيك البقره كيعطيها التبن، العلف، النخاله، كتعطيك منتوج، كتعطيك الحليب، الزبده واللبن، وحتى الحليب ديالها، كلوا حلالا طيبا. واحد الناس من اتجاه الشرقيه رئيس ديالهم دا 4 سنين، ودا في 2024 كيقول لك غادي ننتخبوا عليه. وهذا الرئيس هذا معروف في الصعيد العالمي، فكاهي ضحوكي. كيفاش هذا الرئيس هذا اللي كيحكم اكثر من 40 مليون نسمه، الدوله ديالو في التلفزيون ديالو كاملين ناقل البث المباشر، كيشوف المكحله ديال العاشور ديال الصغار اللي كيضربوا فيها ديك الطباشير ولا شي حاجه، المهم بالسيرك. واش رئيس ديال الحكومه شاد مكحله ديال السيرك؟ اش هاد التبهديله؟ واش اللي دايرين بيها صاحبي؟
عندهم اكثر من 75 سنه، حتى واحد ما كيعلمو ولا يقول له شي كلمه شي جمله مفيده. كلشي بحالو، صمون بكمون عميون. ولهذا حنا كنقولوا في هذا الاستنتاج ديالنا، الخلاصه ديال الموضوع هو السفير ديال المغرب اللي هو عمر الهلال في الامم المتحده دابا حاليا كيطالب بان المغرب يحتاج الى عضويه تامه. اسمع الناس كي كتفكر، انا كنقول لكم انا راه كاينه بنادم كيخدم بالعقل وبنادم كيخدم بالصحه. واش فهمتي؟ يعني العقل مع الاستمرار ديال الوقت، العقل مع الاستمرار ديال الايام المقبله غادي تفوق على ديك الصحه، وغادي تفوق على بزاف د الحاجات، حيت العقل كيخدم في المشاريع والاقتصاد والبنيه التحتيه وبزاف ديال الحاجات. علاش كتشوف في جميع الدول ديال العالم، الدول الكبرى، الدول العظمى كتبغي تستثمر في هذه البلاد هذه، حيت كاين الامن والامان والاستقرار في هذه البلاد هذه. حنا كاملين كنعرفوا بان كلشي كاين المشاكل الداخليه في هذه البلاد هذا، ولكن كاين الناس اللي كتشوف الحلول ديالها. حنا كندافعوا على هذه البلاد هذه. علاش؟ حيت هذه البلاد هذه كنتعرضوا الهجومات من الناس اللي ما كيعرفوش يهضروا ولا يتكلموا، كنردوا عليهم بالدلائل. ومهم نتوما عارفين داك الشيء هذاك، بلا ما نقول لكم. يلاه واش زكي كي جيت، صعيب ولا لا؟